السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. رغم الهزائم المتتالية عادت مانشستر سيتي تمنحه الأفضلية في البريمير ليج. حسم أرسنال منذ أيام قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بالتغلب على مانشستر سيتي بهدف دون رد على ملعب الإمارات، لينهي سلسلة من 12 هزيمة متتالية في الدوري على يد السيتي ليرتقي المدفعجية إلى الصدارة إلى صدارة الترتيب مناصفة مع توتنهام وتسبيق. وعانى السيتي من الهزيمة الثانية تواليا في الدوري بعد السقوط قبلها أمام وولفرهامبتون، وهو أمر يعاني منه رجال المدرب جوارديولا المرة الأولى منذ شهر ديسمبر الأول 2018. الأمر الذي طرح التساؤلات حول قدرة السيتي على الدفاع عن لقبه هذا الموسم. وغاب عن مانشستر سيتي العديد من الأسماء البارزة أمام أرسنال من رودري وكيفن دي بروين وبورين وجاك جيلارج، وجميعهم كانوا من نجوم الثلاثية الموسم الماضي. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى إن الإعجابكم، ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.